يمد ايده بالقبعة وراح يطلع كرت واحد من القبعة اللي هو الورقة اللي انتم اختاريتوها 10. مبدئيا هاي الوردة احب اقدمها لكم. مثل ما قريتوا بعنوان الفيديو، انا تحلمت حلم، وهذا الحلم تحول الى حقيقة. اي صدق تحول الى حقيقة، واليوم راح احكي لكم الحلم وراح اخليكم تشاركون بي انتم كذلك. شنو هو الحلم بشير؟ شوفوا الحلم هو كالتالي. اني شوف الساحر واقف على الستيج على المسرح، وطلب من واحد من الجمهور انه يختار كارت. بما انه اليوم ماكو احد يمي، فانتم راح تختارون الكارت. شلون راح نختار بشير؟ على فرضا انت هسه موجود يمي وانا امشي على الورق، راح تقول ستوب. مثلا قلت ستوب هنا، راح تاخذ الكارت هذا وراح تحفظه بدون ما انا اشوفه. احفظ الرقم مالته والشكل واللون بدون ما انا اشوفه. ورا ما راح تحفظوه راح ارجع بالنص الثاني، راح اخلي الورق فوقه. طيب بشير، صار عندنا فضول، شنو هو الحلم؟ الحلم كالتالي. انا شفت الساحر واقف على المسرح، خلى واحد من الجمهور يصعد على المسرح، خلاه يختار كارت. شلون انا من خليتكم تختارون هذا الكارت؟ وخربط الكروت. اخر شيء شو مرة بالقاع، اخر شيء نزع القبعة السحرية مالته ومد ايده بالقبعة وطلع نفس هذا الكارت. قوية يا قوية. فانا حاولت اسويها نفس طريقة هذا الساحر، فجبت ورق رسمت عليه نفس هذا الساحر بالضبط اللي شفته بالحلم، انه هو هذا الساحر واقف على المسرح ولابس قبعة. هذا الساحر رسمته على كل الورق، فهو هذا الساحر اللي راح يطلع ورقتكم. حافظين الكرت؟ اردكم تركزون بيه وتفكرون بالكرت مالتكم. فكروا بالكرت مالتكم كل زين. هذا الساحر راح شو يسوي؟ راح يمد ايده بالقبعة وراح يطلع كرت واحد من القبعة اللي هو الورقة اللي انتم اختاريتوها 10 سنة. هذا كرتكم. اذا كان هذا كرتك فاكتب جوه هذا كرتي.